زمان في العصور القديمة وخصوصا في الصين كانوا ناس قاعدين بيصطادوا. كلهم كانوا صيادين وكانوا في مكان، وهنا كان معاهم بنتهم اهي. وهي كانت هنا بتلعب، وبابا كان بيبتدي يخوفها. هنا بتبتدي تعيط ان بابا بيخوفها. هنا قرر ان هو يفرحها ويقول لها مفيش اي حاجة خالص. هنا البنت ابتدت ترجع تاني تضحك ومبسوطة. وحصلت حاجة غريبة، ان الوحش جه وكل ابوها، وما تبقاش منه غير الدم بس. هنا الناس خدوا بالهم وزعلوا عليه جدا، والام قعدت تعيط. هنا كان في دجال، بس كان يعني اللي هو يا شيخ الصيادين يعني برضو اصطاد لهم سمكة كبيرة وضحك عليهم بيها. من قال لهم ان انا طلعت يعني عن ايه، ان الشيطان من عليها. وهنا ابتدوا يقدسوه وقالوا له شكرا ليك، وقعدوا يدوا هدايا ومش عارفة ايه. هنا قال لهم ما تخافوش، ما فيش اي حاجة، خلاص خطر اللي عليكم تاني. هنا جه واحد تاني اسمه جون اهو، قال لهم لا، الراجل ده بيضحك عليكم والخطر لسه موجود. هنا ابتدى يتعصب عليه وقال لهم الراجل ده مجنون. هنا بيبتدوا يضربوه جامد، وهيبتدوا يعلقوه كمان، ومحدش خد بكلامه خالص. هنا قرروا يتبسطوا ويفرحوا ونزلوا المية ولا كان في أي حاجة خالص. هنا قعد يقول لهم اطلعوا، هنا برضو مفيش فايدة، ما كانوش مديله أي اهتمام. هنا حس بالخطر، قعد يقول لهم اطلعوا بسرعة اطلعوا بسرعة. هنا قعدوا يضحكوا عليه، هنا لحد ما البنت الوحش كلها. كانت سمكة كبيرة ضخمة غريبة. هنا ابتدوا يطلعوا يجروا، هنا كانوا فاكرين ان هو كده خلاص. قعد يقول لهم ما تجروش. هنا البنت كانت بتجري، السمكة طلعت لسانها راحت لازقة فيها. هنا قعدت تعيط لحد ما جه حد قطع لسانها، وبعد كده ابتدت تتعلق. راحت طالعة، الوحش طلع وكلها. هنا الأم نزلت معاها، هنا قعدت اهي، راح كلها هي كمان يلا بالشفا. وابتدى طبعا يوقع الجسر اللي هم كانوا واقفين عليه، والراجل ده وقع وكان فيه طفل. بس طبعا هنشوف الطفل هيقع ولا لأ. هنا جون قرر ان هو يفك نفسه، فك نفسه ولحق الطفل. وكانوا عايزين يطلعوا السمكة دي من البحر عشان يموتوها، بس ما عرفوش. الناس هنا قرروا يساعدوه، بس ما فيش فايدة، ما قدروش. لحد ما جت طبعا بنته الدبابة، راحت وقعه وفعلا طلعتها بره اهي. هنا الولد، هنا السمكة اتحولت لراجل. هنا قالت له ما تخافش. هنا ابتدى يعمل تعويذة وقال له ما تقلقش، ورجع تاني بني آدم طبيعي خالص اهو. هنا الراجل كان عايز يموته، راحت البنت دي شاطرة في الصيد قوي، راحت خلته حبسته في السمكة، واسمها تايا. قالت له انت بتصطاد ازاي؟ وهنا بتضحك عليه. وهنا الزعيم قال له لما تحاول ان انت، المعلم بتاعه، ان انت تحاول تصطاد حد او تغلب على حد، ان انت ايه لازم تكون شجاع. هنا قال له ان لسه في وحش تاني. هنا الناس كانت رايحه قاعده بتاكل، واتضح ان هي بتاكل اكل خنزير وعجبهم جدا، بس اكتشف الحقيقه. والراجل طبعا يا ريته ما اتكلم، لان اكتشف ان الاكل اللي هم اكلوه ده كانت لحوم بشر، والراجل ده موتهم زي ما بيموت الباقيين. وهنا دخله تاني الجون، واحده قالت له ال10 دقايق والاكل هيكون جاهز. هنا كان طبعا هو عنده الرؤيه البصريه وكان ممتازه جدا عنده. هنا قال لها ظهري على حقيقتك. هنا ظهرت على حقيقتها اهي. هنا خاف منها جدا وطلع يجري. هنا صاحبته جات له وراحت قعدت تموت الناس، وكان عندها قوة اهي، خلت الناس لرماد كل ما بتضرب حد. هنا اهي، هنا طلع لها الراجل، قعدت تحدف عليه الغوايش بتاعته. هنا ظهر لها حقيقي. هنا قعدت تنادي على صاحبها وقالت له اسحب الشيطان. هنا اهي، خدته هي وهتحطه في الكيس، بس للأسف الخنزير كان أقوى وقطع الكيس وطلع على حقيقته. هنا ابتدوا يجروا ويتعرفوا على بعض أكتر أهو. هنا البنت لما بتبتدي تعجب بيه راح هو طلع واتجرى وسابها منه. هنا راح للمعلم وحكى له على القصة بتاعت الشرير ده، اللي هو ازاي اتغلب عليه، وان هو في واحد هيقدر يساعده اللي هو القرد، بس يخلي باله ويحذر منه، ان هو شرير برضه هو كمان، ولازم ان هو يكون معاه الكتاب بتاعه اهو. كان لسه انا بيحكي له برضه، وقال له انا هساعدك بحاجة واحدة بس، اللي هو يبقى معاك كتاب. م.
كان طبعا بيكلمه، حكى له على قصة الخنزير ده، ايه اللي حصل معاه وايه اللي جرى عشان كده اتحول لخنزير اهو. وطلع له كتاب وقال له الكتاب ده هو اللي هيساعدك ولازم تعتمد على نفسك. هنا وهو رجع طلعوا عليه حرامية وكان ابتدى خايف، بس هيتضح ان هي لعبة. هنا اهي اكنه واخدين البنت اسير يعني، والغويشة بتاعت البنت. هنا ابتدى من اكتشف الخدعة، وهنا كان زعلان منها جدا عشان هي كانت عايزة تتجوزه ومرضاش بيها. م. هنا ابتدوا يحبسوه، حبسوه بالفعل. هنا البنت قعدت تعمل كل حاجة وتحاول معاه، بس ما كانش فيه فايدة خالص. هنا الخنزير رجع لهم تاني، دخل في العربية بتاعتهم اهي. وهنا ظهر واحد شجاع. هنا طبعا الراجل ده اتغلب على الخنزير، وهنا كان في واحد شكله غريب. وهنا ابتدوا يتخانقوا هما الاتنين مع بعض، مين اللي هيموت الخنزير. هنا جون اتدخل وقال لهم انتوا بتتخانقوا على ايه، احنا لازم نتحد احنا التلاتة مع بعض علشان نتغلب عليه اهي. هنا البنت طلعت تاني وقالت له هساعدك. هنا اهي قعدت قال لها مالكيش دعوة بيا، بعدي عني. هنا اهي قطعت له الكتاب بتاعه، قالت له امشي، وراحت ضرباه، قالت له امشي بعيد. هنا قرر ان هو يروح للقرد عشان خاطر يعرف قصته. هنا طلع على جبل عالي ولقى ميه، كان عطشان اهو. بس بعد مسافة طويلة لقى التمثال اللي معلمه قال له عليه اهو، ولقى الكهف وراه، وقرر ان هو يخش الكهف ولقاه، وقعد يحكي له قصته مهم. بعد كده قال له بس لازم واحدة ترقص قدام القمر عشان خاطر. راحت البنت صاحبته ظهرت تاني اهي وابتدت ترقص، والخنزير ظهر فعلا. هنا خدوه، هنا البنت لفته في الكيسة بتاعته وربطته. هنا الاسورة طلعتها وعملتها على شكل دبلة، ولا لأ برضه. هنا كان رايح يكسرها اهي. قالت له الكتاب بتاعك اهو، انا قعدت وقت طويل قوي عشان خاطر الزقه لك. وهنكتشف طبعا ان القرد ده طبعا هيعمل عليه خدعة. قال له ولع الزهرة دي، ولع بالفعل الزهرة دي، والزهرة دي كانت هي اللي حابسة القرد اهو. وراح وقع في الفخ بتاعهم وقعد يقطع في شعره. هنا الزهرة التلاتة التانيين اهو. وطبعا هو برضو اتغلب عليهم. مم. هنا البنت موتوها. هنا كان زعلان عليها جدا، ولا حاجة عليا انا كمان كنت بحبك. كان زعلان جدا. هنا قرر ان هو هيتغلب عليهم ويرجعهم لاصلهم الطبيعي اهو. هنا لبسه التاج. هنا راح لمعلمه وحكى له القصص كلها، وقال له انت ليك مهمة تاني، هتسافر ناحية الغرب عشان في شياطين كمان هناك كتير ولازم تحاربهم اهو. وبكده يكون فيلمنا خلص، يا رب يكون عجبكم. سلام.